لم يكن منتخب مصر مرشحاً للفوز أمام حامل اللقب منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. منذ البداية لم تمض سوى دقائق قليلة، إمام عاشور يمرر وعمر مرموش يفتتح التسجيل لمصر في الدقيقة الرابعة. وبينما كادت المباراة تهدأ، يواصل المنتخب المصري ضغطه، ورامي ربيعة يضيف الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 32. لكن المنتخب الإيفواري لم يستسلم وقلص الفارق بهدف قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 40. ومع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب مصر بوجهه الحقيقي، ومحمد صلاح يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 ليعيد التقدم من جديد. الإثارة لم تتوقف، وكوت ديفوار تسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 73 لتشتعل الدقائق الأخيرة. لكن النهاية كانت مصرية، فوز ب3 أهداف مقابل هدفين، وإقصاء حامل اللقب، وتأهل مستحق إلى نصف النهائي.